ليه بنخسر ناس بسبب كلام ما اتقالش؟ تعال احكي لك على حكايه حصلت معايا وبعدها نشوف الحل، وفي اخر الحلقه هتلاقي فيها اعتراف. انا فاكر اليوم اللي صاحبي قال لي فيه مالك متغير ليه؟ وقتها كان عندي مليون حاجه نفسي اقولها، كاني متضايق منه انه ممكن يختفي في الوقت اللي انا محتاجه فيه، وكمان بيتعامل معايا على اساس ان انا متاح طول الوقت. بس انا بقى عملت ايه؟ قلت له لا يا عم عادي مفيش حاجه، وعدت الايام والكلام اتراكم لغايه لما جت لحظه انفجرت فيه بسبب مشكله صغيره جدا. والمفاجاه هو خرج من العلاقه مرتاح وشايف ان هو ما عملش حاجه، وانا اللي خسرت صاحبي، خسرت سنين، وكمان خسرت راحتي النفسيه. وكل ده بسبب ان انا ما عرفتش اعمل محادثه حاسمه في الوقت المناسب، وده فهمت ان مش لازم السكوت يبقى حكمه. النهارده جايب لكم حل من كتاب محادثات حاسمه لكاري باترسون، لو عايز ما تقعش زيي كمل الحلقه للاخر ويلا نبدا. في جملة واحدة كان ممكن تنقذ علاقة كاملة، وفي سؤال واحد كان ممكن يمنع كارثة، في مواجهة واحدة كان ممكن تغير حياتك، بس احنا سكتنا. خليني كده اسألك سؤال، كم مرة رجعت البيت وعملت حوار كامل من دماغك بعد ما الموقف خلص وكنت قاعد تفكر انا كان لازم ارد كذا وكان لازم ارد كذا ولازم كنت اخد حقي، تقعد تلوم نفسك؟ كم مرة كنت عايز تقول انا زعلان، انا مضغوط، الكلام ده وجعني، انا مستحمل فوق طاقتي، بس بدل ما تقول كل ده انت سكت. المشكلة ان اغلب العلاقات مش بتموت بسبب كره، لكنها بتموت بسبب كلام هو ما اتقالش. لو اتقال العلاقة ما كانتش ماتت. ممكن في ناس كتير تفكر ان المحادثات حاسمة معناها خناقات كبيرة، وانا واحد من الناس دي. اول ما قريت اسم الكتاب قلت بس انا الكتاب ده هيعلمني ازاي ارد في الخناقات، بس الحقيقة ان اكتر محادثات في حياتك هي اهدى محادثات. لما مامتك تقول لك انت متغير، لما مديرك يسألك هو كل حاجة تمام، ولما صاحبك يقول لك مالك في ايه، فاللحظة دي حياتك هتروح لاتجاهين، يا اما صدق يا اما هروب. وده يخلينا نسأل سؤال مهم جدا، ليه بنهرب من المواجهة؟ الموضوع مش ضعف شخصية عندك، لكن الموضوع بيولوجي بحت. ازاي؟ انا هقول لك. عارفين مخك في وقت التوتر بيتحول، اول ما يحس ان في مواجهة جاية المخ بيدخل في وضع النجاة، فايت اور فلايت، يعني هجوم او هروب. واظن انت سمعت الكلمة دي كذا مرة، وده اللي بيعمله مخك في وقت التوتر. وعشان كده تلاقي شخص ذكي جدا ومثقف جدا، لكن اول ما يخش في حوار حساس بيتحول لشخص تاني، صوته بيعلى او بيسكت خالص. وده عشان الجسم مش بيفكر في الحل، الجسم بيفكر في الموقف ده ازاي ينجو. عشان كده في ناس كتير تفضل ساكتة لسنين طويلة وفجأة تنفجر، عشان المشاعر مش بتختفي، بس هي بتتراكم واحدة واحدة. خليني احكي لك قصة شاب شاطر جدا ومجتهد جدا في شغله، لكن مديره كل يوم بيزود عليه الضغط، الشغل زيادة، طلبات زيادة، ديدلاين صعب جدا على اي حد. وكل يوم الشاب ده بيقول مش وقت، هستحمل شوية، ما ينفعش ابان ضعيف. بس بيجي في وقت معين فجأة بيصحى يقدم الاستقالة بتاعته من غير اي نقاش، من غير اي محاولة ان هو يصلح الوضع اللي هو فيه. واللحظة دي لو المدير كويس هيتصدم ويسأله انت ليه ما قلتش انك تعبان؟ ده لو مدير كويس. تخيل، يمكن المشكلة ما كانتش في الشغل اصلا، يمكن المشكلة انه ما عرفش يتكلم. وده يخلينا نفكر في حاجة مهمة جدا. عارف الجملة الشهيرة بتاعت انا اتفاجئت ان هي سابتني؟ لا، هي ما سابتش فجأة، هي كانت بتدي اشارات لشهور ولسنين كمان، بس انت اللي ما كنتش بتسمع، او هي اللي ما كانتش قادرة تقول اللي جواها بوضوح. عشان كده العلاقة اتحولت لحاجة غريبة جدا، هدوء بس في توتر، كلام قليل بس فيه افتراضات كتير جدا، عتاب داخلي بس فيه ابتسامات مزيفة، لغاية لما جه اليوم اللي كل حاجة وقعت فيه. صدقني مفيش حاجة بتحصل فجأة، مفيش حاجة بتحصل مرة واحدة، احنا بس بنتجاهل المحادثات الصغيرة لغاية لما تبقى كارثة كبيرة. أسوأ حاجة ممكن تحصل في العلاقات مش الخناق لكن الصمت. على الأقل الخناق بيبقى فيه كلام يقدروا يتفاهموا مع بعض فيه، لكن الصمت بيخلي إن كل واحد يكتب قصة مختلفة من دماغه. يقول لك مثلا أكيد مش مقدرني، أكيد مش بيحبني، أكيد شايفني فاشل، أكيد مش فارق معايا. وأنا بتكلم عن أي علاقة بين اتنين متجوزين أو بين واحد وصاحبه أو واحد ومديره. بس مع الوقت القصص دي بتتحول لحقيقة في دماغه، رغم إنها بتبقى غلط بالكامل، لكن هو بيبقى مقتنع ان دي حقيقة. ليه؟ عشان هو رسمها بنفسه. وده اللي الكتاب بيسميه القصص اللي بنحكيها لنفسنا. احنا مش بنتعامل مع الواقع، احنا بنتعامل مع تفسيرنا للواقع ده.
وده اتكلمنا على فكره عليه في حلقه من كتاب العادات السبع للناس اللي بتصرف عليها. هتلاقيني سايب لك الحلقه فوق، لو انت حابب تتفرج عليها ارجع لها بعد ما نخلص. الناس القويه مش بتكسب اي نقاش، الناس القويه هي اللي بتعرف تخش اي محادثه صعبه من غير ما تهرب ولا تاذي اللي قدامها، وتعرف تقول الحقيقه بهدوء، تعرف تواجه من غير تدمير، وتعرف تسمع مش بس عشان ترد. وده بالظبط اللي هنتعلمه في السلسله دي، ازاي تتحكم في نفسك وقت التوتر، ازاي تتكلم من غير خوف، وازاي تواجه من غير عدوانيه، واخيرا ازاي تنقذ علاقات قبل ما تقع. اول غلطه بتبوظ اي نقاش بيتم. في مره كنت متاكد 100% ان مديري بيكرهني، كل مره يكلمني باختصار، وكل مره راجع شغلي ويقرفني ويعدل عليا، وكل مره بيبص لي ببرود، وده خلى يتبني جوايا قصه كامله من خيالي، هو اكيد شايفني فاشل. فضلت ساكت ومشحون من جوايا شهور طويله جدا، لغايه لما جت فرصه ترقيه، وفي الاخر زميلي هو اللي اترقى مش انا، وساعتها اتعصبت عليه جدا. يعني انا ساكت كل ده ومستحمل كل ده، وفي الاخر ترقى زميلي وما ترقنيش انا، انت كده مش مقدرني. وده الكلام اللي انا قلته للمدير ساعتها، بس رد فعل المدير كان غريب. هو سكت كده وبص لي وقال لي انا كنت ناوي ارشحك اصلا للترقيه دي، بس لقيتك مضغوط ومش مستقر، فقلت اجل لك الترقيه شويه. في اللحظه دي فهمت ان اللي دمرني مش كلامه، اللي دمرني هي القصه اللي انا عقلي الفها من دماغه. زميلي خرج كسبان، عاقل، هادي ومترقي، وانا خسرت الترقيه وخسرت صورتي وخسرت كمان ثقتي بنفسي، وسبب كله علشان ما كنتش فاهم ان المشاعر هي اللي بتتحكم في اي محادثه او نقاش بيتم. في مره صحيت من النوم، فتحت موبايلي على مسج واحده بس من كلمه واحده، وهي تمام، ولا ايموجي ولا شرح ولا اي حاجه تانية، هي كلمه واحده تمام. وانا قبلها كنت باعت مسج طويله عريضه، وساعتها لما لقيت كلمه تمام بس عقلي بدا يلعب بقى. هو اكيد زعلان، هي بترد ببرود ليه؟ اكيد في حاجه غلط. طب انا غلطت في حاجه؟ وارجع تاني اقرا المسج اللي انا بعتها اشوف في حاجه تضايق ولا لا. وبعدها بشويه لقيت نفسي متضايق ومتوتر وعامل حوار كبير جدا في دماغي من لا شيء بسبب كلمه واحده، مع ان الحقيقه ممكن تكون في الاخر ان الشخص ده كان مستعجل، كان نايم وكان عايز يرد عليا ان هو شاف المسج يعني، او ممكن يكون قرا المسج وبعد كده حصل له حاجه او حد كلمه فبعت لي ان هو تمام، وبعد كده يرجع يكلمني تاني. في مليون سبب ان هو يكون كتب لي تمام، بس عقلي قرر يبني حوار ان الراجل ده مش مقدرني او الشخص ده مش مقدرني ومش عامل لي اعتبار. وهنا اخطر حاجه بتحصل في اي نقاش، ان الحوار الحقيقي اتنين ما بينك انت والشخص اللي قدامك، وبيبقى ما بينك انت وعقلك. عقلك في الوقت ده يقدر يدمر علاقه كامله بدون اي دليل، مش بسبب الحقيقه نفسها لكن بسبب التفسير اللي عقلك فكر فيه مع نفسه. وده بالظبط اول غلطه بتبوظ اي نقاش. احنا كبشر عندنا عاده مرعبه جدا، اننا لما ما نفهمش اي حاجه بنحب نكمل الصوره والسيناريو والتفسير بتاعنا على كيفنا. يعني لما حد ما يردش عليك يبقى اكيد بيتجاهلك، مش مشغول مثلا او بيعمل حاجه ومش قادر يرد على حد، لا هو اكيد بيتجاهلني عشان كده ما ردش عليا. لما مديرك مثلا يختصر في كلام، مش جايز يكون عنده تاسكات تانية او حاجات تانية عايز يركز فيها، لا هو اكيد بيكرهني. او شخص تاني بعت له مسج على الواتس وبعد كده ما ردش عليك، انت هتقول اكيد انا مش مهم بالنسبه له وانا هعمل له بلوك. في الاخر ممكن يكون وانت بتكلمه جاله تليفون فهو مش عارف يرد عليك، لما يخلص التليفون هيرد عليك. المشكله هنا مش في التخمين نفسه، المشكله انك بتخلي التخمين ده هو الحقيقه المطلقه. اكيد عمل كده عشان كده، بس ده تخمينك انت مش الحقيقه، ما تروح تساله، لا هو عملها كده عشان كده، مفيش سبب تاني. وده بيدمر علاقات كتير جدا. وعشان كده الكتاب هنا بيقول لك فكره عبقريه جدا، المشاعر بتاعتك مش جايه بسبب حاجات حصلت، لكن بتبقى جايه من حاجات هي في دماغك انت حكيت لنفسك قصه في دماغك بنيت عليها مشاعر وتصرفات هتتعامل مع الشخص اللي قدامك بناء على دماغك انت مش على الموقف ذاته. ودي نقطه مرعبه عشان معناها ان اوقات كتير احنا بنولع نفسنا بنفسنا. تخيل معايا المشهد ده، شايف قاعد يبعت مسجات كتير جدا للبنت اللي بيحبها، في الاخر البنت ردت عليه بكلمه واحده بس تمام. هنا ساعتها هيبقى في احتمالين، الاحتمال الاول ان هي فعلا مش مهتمه، طب الاحتمال الثاني ان موبايلها مثلا 1%، او هي مثلا كانت في الشغل او عندها مشكله معينه، او ممكن تكون تعبانه مش هتتكلم، لكن عقلك في الوقت ده خليك تشوف اسوأ احتمال وهي انها مش مهتمه بيك. وهنا يبدا الفيلم في دماغك، انا عملت ايه غلط؟ اكيد هي مش بتحبني عشان كذا، دي البنات كلها خاينين. وكذلك ممكن يحصل من الطرف الثاني، يعني ممكن انت تبعتي مسج ليه هو يرد تمام، تقولي نفس الكلام في دماغك، وساعتها بدل ما يكون موقف واحد بسيط جدا حله بسيط جدا وتفسيره بسيط جدا، يبقى عندك غضب وخوف واحساس بالرفض ومشكله كامله اتبنت من كلمه واحده. وفي اللحظه دي لازم تفهم حاجه معينه، عقلك مش بيحب الفراغ، اي فراغ او معلومات ناقصه في الحوار هو اللي يكملها من عنده، وللاسف بيكملها باسوأ احتمالات. عشان كده اي نقاش متوتر اسال نفسك سؤال مهم، هل انا متضايق من الموقف ذاته ولا متضايق من الحكايه اللي دماغي قالها لي؟ يعني مثلا مديرك جه قال لك عدى عليا اخر اليوم، انت بقى طول النهار في الشغل، اكيد عملت غلط، اكيد هيرفدني، اكيد هيديني جزا، طب هيعمل ايه معايا؟ طب هيعمل لي ايه مصيبه؟ اكيد في خازوق هلبسه. وفي الاخر ممكن تروح لاخر النهار يبقى عايز ملف معين وخلاص،
انت ضيعت عليك يوم كامل في شغلك، ممكن لحظات تبقى انت مبسوط فيها ضيعتها على نفسك. ضيعت عليك تركيزك في شغلك، ممكن يبقى عندك فرصه تقدم حاجه جديده دي خليك تترقى بعدين. كل ده انت ضيعته بسبب ان مديرك قال لك عايزك في اخر اليوم وانت بدات تبني حاجات من دماغك. المحادثات السريه اللي بتحصل لك جوه دماغك للاسف هي اللي بتحدد نبره صوتك وردودك نظراتك وكمان طريقه كلامك. حتى لو انت لسه ما فتحتش بقك بتتكلم باي حاجه، نظراتك ووقفتك ورد فعلك بيبقى باين ان في حاجه مشكله، في حين ان الموقف ما بداش اصلا عشان تاخد له رد فعل، بس انت بنيت موقف كامل وسيناريو كامل في دماغك. يعني انت ممكن تخش اي نقاش وانت اصلا مقتنع ان الشخص التاني ده ضدك، فتبدا تهاجم، فتبدا تسكت او تبدا تتعصب عليه. في الاخر ممكن الراجل يكون اصلا ولا في حاجه بينك وما بينه ولا في اي مشكله، ما فيش اي حاجه بتحصل من اللي هي في دماغك اصلا، وانت بنيت مشكله وخناقه بسبب كلام انت سمعته مثلا من حد تاني او كلام انت بنيته مع نفسك. قبل ما اقول لك الحل اللي موجود في 3 خطوات، خليني اقول لك على معلومه مهمه. العقل وقت الغضب بيشتغل كمحامي مش قاضي. المحامي بيدور على ادله تثبت ان هو صح، لكن القاضي بيدور على ادله تثبت الحقيقه فقط. علشان كده في علاقات كامله انتهت بسبب سوء فهم وسوء تفسير او سوء نيه كمان. ودلوقتي خلينا نبدا في 3 خطوات ان احنا نعمل ايه عشان نتجنب الموضوع ده. خش على اول حاجه، افصل ما بين الحقيقه والتفسير. الحقيقه هو رد بكلمه تمام، دي حقيقه موجوده اهي ما فيهاش نقاش، لكن التفسير هو بيكرهني. ممكن الحقيقه مدير الطلب يقابلني، دي حقيقه واضحه ما فيهاش نقاش، لكن التفسير اللي في دماغك اكيد هيرفدني. لما تفصل ما بين الحقيقه والتفسير هتبدا تهدى. خش على تاني خطوه، لما تتضايق ما تسالش هو عمل كده ليه معايا. لما تتضايق اسال نفسك انا حكيت نفسي قصه ايه في دماغي عشان كده اتضايقت، انا فهمت ايه علشان كده اتضايقت. السؤال ده ممكن ينقذك من كوارث كتير جدا بسبب انت فاهم حاجه غلط. نخش على الخطوه الثالثه، ادي مساحه لاحتمالات تانية. التمس العذر للي قدامك، ممكن يكون تعبان، ممكن يكون متضايق، ممكن يكون مضغوط، ممكن يكون فاهم غلط. ايوه ممكن هو يكون فاهم غلط وانت فاهم غلط، فانتوا انتوا الاثنين تولعوا في بعض. مش كل حاجه تاخدها كانها مؤامره ضدك. واغرب حاجه اول ما تهدى وتشوف الموقف بوضوح هتكتشف قد ايه عقلك بيضخم الامور. كل مره هتتعلم ازاي توقف الفيلم اللي بيحصل جواك، هتبدا تكسب علاقات اكتر، هتبدا تبقى في هدوء اكتر، هتبدا تحترم نفسك اكتر. وهنا يجي سؤال خطير جدا، انت دلوقتي هديت وبقيت عارف تاخد موقف صح وفاهم مشاعرك كويس جدا، تعمل ايه بقى لو الشخص التاني اللي وصلك هو اللي منفعل عليك، هو اللي عمال يزعق فيك، هو اللي بيهاجمك وبيقتل الحوار؟ ازاي تهدي اي شخص بدون ما تخسر نفسك؟ اصعب خناقه حصل ما بيني وبين حد بحبه جدا هو ما كانتش بسبب المشكله نفسها، هي كانت بسبب الطريقه اللي كان بيتكلم بيها. الشخص اللي قدامي كان متعصب جدا، عمال يزعق، عمال يهين فيا، وكل ما احاول اشرح له يعلي صوته اكتر. فجاه لقيت نفسي انا كمان بعلي صوتي بزعق فيه، وهنا بدات الخناقه فعليا. كل واحد فينا كان عايز يكسب الخناقه. المفاجاه هو روح نام ما عندوش اي مشكله وكمل يوم عادي، وانا اللي قعدت يومين 3 تايه متضايق مش عارف انام مرهق نفسيا عشان خسرت العلاقه دي. وساعتها اكتشفت ان المشكله حقيقيه ما كانتش في الخلاف نفسه، المشكله كانت ان احنا ما عرفناش نخلق امان في الحوار، وان الشخص الاهدى هو اللي غالبا بيعرف يكسب. في ناس بتسكت مش لانها مقتنعه لكن عشان هي خايفه، في ناس بتزعق مش عشان هي قويه لكن عشان هي حاسه ان هي مهدده. اغلب العلاقات مش بتنهار عشان الكره، اغلب العلاقات بتنهار بسبب انعدام الامان. بص حواليك كده كل يوم في خناقات، في البيت، في الشغل، في العلاقات، في الصحاب، حتى على السوشيال ميديا. اغلب الناس شايفين المشكله في الكلمات، لكن الحقيقه المشكله هو الاحساس اللي ورا الكلمات دي. الناس مش بتسمعك لغايه لما فعلا تحس بالامان في الحوار معاك، قبل كده هي عمرها ما هتسمعك. اول ما الانسان يحس بخطر المخ بيقف، مش بيحاول يفهم، بيحاول بس يحمي نفسه، وساعتها بيعمل حاجه من الاثنين، يا اما يهاجمك يا اما يهرب منك. وده اتكلمنا عنه في الحلقه الاولى، تقدر ترجع لها. كيري باترسون في الكتاب بتقول ان اغلب الناس اول ما الامان بيختفي في الحوار معاهم الحوار بيموت. والناس غالبا بتتصرف بطريقتين. اول طريقه هي الهجوم، صراخ، زعيق، عصبيه، سخريه، بيقطعك في الكلام، ممكن يتهمك بحاجات كمان مش منطقيه. انت دايما كذا، انت عمرك ما كنت كذا، المشكله فيك انت. كل ده النوع الاولاني اللي هو الهجوم مش بيحاول يكسب الحقيقه، هو بيحاول بس ان هو ينجو. خلينا نخش على النوع الثاني اللي هو لا يقل سوءا عن النوع الاول. النوع الثاني الهروب، الصمت، الانسحاب، البرود. زي مثلا يا عزيزتي لما تقولي للشخص الثاني براحتك اللي انت تشوفه مش مشكله، لكن جواكي حرب بتولع فيكي. ودي اكتر حاجه بتقتل العلاقات ببطء. تخيل معايا المشهد ده، راجل رجع البيت ومتاخر للمره 5000 مثلا، مراته سالته انت متاخر ليه؟ زي اي ست مصريه اصيله طبعا هو هيرد عليها هو كل يوم تحقيق معايا انا متاخر ليه؟ هي سكتت وبعدت عنه وقالت له
براحتك. وهو افتكر ان هو كده كسب النقاش، لكن في الحقيقه هي في اللحظه دي بدات تبعد عنه نفسيا، لانها فقدت الامان، حست ان مشاعرها في خطر وان كلامها هيتهاجم فسكتت. ودي اللحظه اللي الحوار بيموت فيها. اغلب الناس اول ما الشخص اللي قدامهم بيبدا يزعق بيفكروا في حاجه واحده بس: ازاي اكسب النقاش ده واطلعه هو اللي غلطان. وده اكبر غلط، لان في وقت التوتر والخناق الاقناع مش اولويه، لكن الاولويه هنا انك تحسس اللي قدامك بالامان وهو بيتكلم. وساعتها الشخص اللي قدامك هيحس بثلاث حاجات: اول حاجه انك سامعه، تاني حاجه انك فاهم مشاعره، وتالت حاجه انك مش ضده. وساعتها فعلا هتبداوا تفهموا بعض. اسمع الجمله دي كويس: احنا ممكن نختلف لكن انا مش ضدك. الجمله دي لو اتقالت في اي حوار سخن مولع، صدقني نص التوتر ونص الخناق هيختفي. ليه؟ عشان الانسان طول ما هو حاسس انك العدو بتاعه مش هيسمعك، ويفضل دايما مجهز نفسه ان هو يهاجمك او يصد الهجوم منك. بدل ما تقول انت مكبر الموضوع، قول انا حاسس ان الموضوع مضايقك فعلا. في فرق ضخم ما بين الغاء المشاعر والامان. المدير بيقول انا عايز رايكم بصراحه، وكل الناس بتوعته ساكته. في موظف عنده فكره ممتازه لكن مش بيتكلم. ليه؟ علشان خايف يتريقوا عليه، خايف يبان غبي، خايف يترفض فبيسكت. وده اللي بيحصل في بيوت كامله وعلاقات كامله. ناس ساكته مش لانها ما عندهاش حاجه تقولها، لكنها ساكته علشان ما عندهاش الامان ان هي تقول الحاجه دي. اول خطوه انك ترجع الحوار للحياه هو انك تبطل تدافع عن نفسك فورا، عشان الدفاع السريع بيخلي اللي قدامك يفهم انك مش مهتم بيه. يعني بدل ما تقول انا ما اقصدش، قول واضح ان اللي حصل وجعك، احكي لي. الجمله دي سحريه. ليه؟ عشان بتنقل الشخص من وضع القتال لوضع الكلام. خلينا نخش على تاني خطوه، وهي سمي المشاعر. حاسس انك متضايق، حاسس انك متعصب، واضح انك زعلان. لما الانسان يحس ان مشاعره مفهومه بيهدى خالص. خش على تالت خطوه، وهي ما تكسبش الجوله وتخسر الانسان. في ناس كتير تكسب اي خناقه بس بتخسر العلاقه نفسها. في كل مره يثبت ان هو صح بس الطرف الثاني بيبعد اكتر. في النهايه بيبص حواليه يلاقي نفسه هو صح وملاك وبريء بس لوحده. اسمع الجمله دي كويس: مش كل شخص هادي مرتاح. مش كل الناس الهاديه معناها انها استسلمت. فرق كبير جدا ما بين السكوت والسلام. القوه مش انك تعرف ترد، القوه الحقيقيه انك تعرف تهدي خوف الشخص اللي قدامك، انك تخليه يحس ان هو امن وسط خلاف كبير. ده مش ضعف، ده ذكاء عاطفي نادر جدا ان حد يقدر يتعلمه. لان اي حد ممكن يزعق ويعلي صوته ويتخانق، لكن مش اي حد اللي يقدر يحتوي الغضب دون ما ينهار. الحلقه دي مش مجرد كلام، انا عايزك تجرب الخطوات دي في اول خناقه هتحصل معاك. قبل ما تدافع، قبل ما تبرر، قبل ما تهاجم، قول انا عايز افهمك مش اكسب الحوار ضدك. شوف الفرق؟ ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات. بس هنا يجي السؤال بتاعنا: احنا دلوقتي اتعلمنا اللي احنا نكون احنا هاديين، واتعلمنا ازاي نخلي الشخص اللي قدامنا هادي. دي تالت خطوه: ازاي بقى تقول الحقيقه، ازاي تواجه، وازاي تكون صريح بدون ما تجرح اللي قدامك وبدون ما تخسر اي علاقه. ازاي تقول الحقيقه بدون ما تجرح اللي قدامك. انا كنت فاكر ان صراحه ميزه كبيره، وان طالما بقول الحقيقه يبقى انا صح، محدش ليه عندي حاجه. لغايه لما جه في وقت صاحبي كان عامل مشروع تعبان فيه جدا، وجه ياخد رايي، وانا بمنتهى الصراحه قلت له بصراحه شغلك ضعيف، انت محتاج تطور نفسك والشغل ده ما ينفعش. سكت وابتسم ابتسامه غريبه جدا وسابني ومشي. الموضوع خلص. لكن الحقيقه ان علاقتنا ما رجعتش زي الاول. المفاجاه بعدها فتره شفت شخص تاني بيقول له نفس الكلام بس بطريقه مختلفه، بطريقه هاديه، بطريقه محترمه، بطريقه ذكيه. والنتيجه ان الشخص تقبل الكلام وطور كمان وحبه اكتر. وقتها فهمت ان المشكله مش في الحقيقه، المشكله في الطريقه اللي توصل بيها الحقيقه. هو خرج كسبان العلاقه واحترام الناس، وانا خسرت شخص مهم في حياتي بسبب طريقه كلامي. وبقول نفسي انا صريح بس زياده. لا، دي مش صراحه، هي وقاحه او قله ذوق. في ناس كتير اول ما تقول لك انا هبقى صريح معاك، تعرف ان الجمله اللي جايه هتوجعك وهتطلع عينك. الغريب ان الناس فاكره ان الصراحه هي قوه، مع ان الاوقات كتير بتكون مجرد قسوه متغلفه بشكل حلو. في ناس تانية بتخاف اصلا تقول الحقيقه، فبتفضل ان هي تفضل قاعده ثابته ما تتكلمش. وهنا العلاقات تبدا تموت بالبطيء. فهل فعلا الحقيقه بتوجع، ولا في طريقه تانية ممكن اقول بيها اصعب الكلام ويطلع اللي قدامك يحبك اكتر؟ الحلقه دي من اهم حلقات حادثات حاسمه، عشان هي بتتكلم عن مهاره نادره جدا ان حد يكون متعلمها. هي ازاي تواجه من غير ما تهين اللي قدامك، ازاي تعبر من غير ما تجرح اللي قدامك، ازاي تقول الحقيقه من غير ما تتحول لوحش. ده صعب جدا على ناس كتير. كان في مدير كل الناس شايفاه شاطر جدا، ناجح جدا في شغله، ذكي جدا في شغله، النتائج شغله محدش يقدر يفتح بقه عليه، كل حاجه بيمسكها في شغله بينجح فيها. لكن كان عنده مشكله واحده:
محدش في الشغل عنده طايقه، اي حد كان بيغلط بيفضحه قدام الناس، اي فكره مش عاجباه بيبدا يستهزأ ويقلل منها، اي موظف يتاخر بيتعامل معاه كانه طفل صغير. وكان دايما بيقول لك جمله شهيره جدا وكلنا بنسمعها: انا صريح واللي عايز يزعل يخبط دماغه في الحيط. في البدايه الناس كانت ساكته، لكن بعد كده بداوا يخافوا يتكلموا قصاده، وبعد كده بداوا يخبوا الاخطاء بتاعتهم، وبعد كده احسن الناس في الشغل بدات تمشي. هو كان فاكر ان هو بيبني فريق قوي، لكن في الحقيقه هو كان بيبني بيئه خوف، ودي اول صدمه بيقولها الكتاب. الصراحه بدون احترام هي مش صراحه، دي هجوم على اللي قدامك. المشكله ان اغلب الناس بتتعامل مع الحقيقه كانها سلاح، يا اما بيضربوا بيها او بيبعدوا عنها، لكن نادرا جدا لما حد يستخدم الحقيقه دي عشان يقرب، لان اوقات التوتر المخ زي ما شرحنا في حلقه فاتت بيشتغل بنظامين: يا اما هجوم يا اما هروب، وده بيخلي اي محادثه حاسمه ممكن تتحول لمعركه. عشان كده الكتاب بيقول لك فكره عبقريه جدا: الناس مش بتقاوم الحقيقه، الناس بتقاوم الاهانه. في فرق ضخم جدا ما بين انت مهمل وبين انا متضايق عشان الشغل متاخر. الاولى هو اتهام للشخص اللي قدامك، لكن الثانيه هي شرح للموقف اللي حاصل. تعال ناخد مثال. تخيل موظف غلط غلطه كبيره جدا، المدير الاولاني بيقول له: انت دايما مستهتر، انت دايما ما بتفهمش حاجه، هو في حد بيعمل اللي انت عملته ده؟ في مدير تاني ممكن يرجع يقول له: الغلطه دي اثرت على الفريق، اتمنى ما تتكررش تاني، بمنتهى الهدوء ومنتهى الرزانه. الاثنين قالوا نفس الحاجه، لكن واحد ادى لكرامه الموظف اللي قدامه والتاني حافظ على كرامته. تفتكر هيسمع كلام مين؟ تعال ناخد مثال تاني. شريك حياتك ما بقاش يسمعك، فبدل ما تقول له انت بقيت اناني قول له: انا حاسس ان احنا بقينا بعاد عن بعض وده حاجه مضايقاني. الجمله الاولى هتفتح حرب عليك، لكن الجمله الثانيه هتفتح حوار وتقدروا ساعتها هتتفاهموا مع بعض. خليني برضو اقول لك مثال ثالث. واحد قريبك او حبيبك قوي طلب منك حاجه وانت مش هتقدر تعملها له، هتوافق وانت مخنوق مش طايق نفسك؟ قول الحقيقه باحترام. اوقات كتير كلمه مش هقدر تقدر تبني علاقات صحيه كتير جدا اكتر من ان انت تكذب. اكبر غلطه الناس بتعملها ان هي بتخش اي محادثه حاسمه اهمها حاجه واحده: ان هي تكسب وبس. لكن في الكتاب بيقول لك ان اول ما حد يحاول ان هو يكسب العلاقات بتبوظ. هدف الحوار مش الانتصار، الهدف هو الفهم، انك تفهم اللي قدامك واللي قدامك يفهمك بدون ما يحس ان هو مهدد. وده محتاج قوه حقيقيه منك، عشان اسهل حاجه في الحياه كلها انك تزعق وتغضب وبص تهين اللي قدامك، لكن الصعب انك تبقى هادي وانت في وقت عصبيه. ممكن تكون فاكر الناس سابتك عشان انت قلت الحقيقه او عشان انت صريح، لكن في اوقات كتير الناس مش بتمشي بسبب الحقيقه، هي بتمشي بسبب الطريقه اللي انت قلت بيها الحقيقه. الحقيقه اللي ممكن تصلح علاقه هي الحقيقه اللي ممكن تدمر انسان. الفرق ما بينهم هي الرحمه في طريقه عرض الحقيقه دي. بس المشكله ان مش كل الحوارات بتنتهي بهدوء، اوقات كتير الشخص اللي قدامك هو اللي بينفجر في وشك، يزعق يهاجم يقلب الحوار خناقه كامله. ساعتها تعمل ايه؟ ازاي تكسب اي نقاش بدون ما تحوله لخناقه كبيره؟ مره دخلت نقاش مهم جدا وكنت متاكد اني صح 100%، والشخص اللي قدامي اللي انا كنت اصلا شايفه غبي كل همي كان اني اثبت اني صح. قطعته مره، رفعت صوتي في المره الثانيه، وكل شويه اجيب ادله اكتر، وفي الاخر انا فعلا كسبت النقاش لكن خسرت الشخص نفسه. المفاجاه بعدها بفتره شفت حد تاني مختلف مع نفس الشخص لكن بهدوء غريب، سمعه خلاه يتكلم واحتواه، وفي الاخر الاثنين خرجوا مبسوطين. وقتها فهمت ان الفوز الحقيقي مش انك تكسب الجدال، لكن الفوز الحقيقي ان العلاقه تكمل. انا خسرت كتير بس لان كنت داخل اي نقاش كانه حرب ولازم اكسب فيها. في ناس اول ما تتكلم معاهم تحس انك داخل حرب، كل كلمه محسوبه، كل جمله ممكن تتفهم غلط، كل اختلاف بسيط يتحول لمعركه كرامه. والغريب ان اغلب الناس مش داخله النقاش عشان تفهم، داخله عشان تكسب، وعشان كده بتخسر كل حاجه. واحنا صغيرين اتعلمنا ان احنا ازاي ندافع عن نفسنا، بس محدش علمنا ازاي نتحاور ونتكلم مع الشخص اللي قدامنا. فبقينا نعمل حاجتين: يا اما نسكت او ننفجر فيه، يا اما نكسب الجدال او نكسر الشخص اللي قدامنا. وده بالظبط اللي الكتاب محادثات حاسمه بيحاول يعالجه. تخيل معايا المشهد ده: اتنين اصحاب عمر، يعني كل يوم مع بعض واقفين جنب بعض كل حاجه، لحد ما جه يوم قعدوا يتناقشوا في موضوع عادي جدا. في الاول كان هزار، وبعدها الصوت عالي، وبعدها انت دايما شايف نفسك فاهم، وبعدها اصل انت عمرك ما بتسمع. وفجاه الموضوع ما بقاش مجرد نقاش، الموضوع بقى مين اللي هيكسب. وفي اقل من نص ساعه سنين الصحوبيه وقعت الارض. اول درس مهم جدا ناخده الحلقه دي: في اللحظه اللي انت هدفك فيها بيبقى اكسب النقاش، انت ساعتها غالبا هتخسر العلاقه. ليه النقاشات بتتحول لخناقه؟ اغلب الناس بتدخل اي خلاف بعقليه المحكمه: انا صح وانت غلط، انا لازم اثبت وجهه نظري وانت لازم تعترف بغلطك. هقول لك مثال: واحد بيقول انا متضايق انك اتاخرت، فالطرف الثاني يسمع انت شخص فاشل، رد غير منطقي طبعا، وساعتها تبدا الحرب. المشكله ساعتها اننا مش بنتعامل مع الكلام على انه معلومات، احنا بنتعامل معاه كانه تهديد ليه. اوقات كتير انت مش بتزعق عشان الموضوع مهم، انت بتزعق عشان حاسس انك مش متشاف او مش متقدر او مش مفهوم.
اكبر غلطه انك تسمع عشان ترد مش عشان تفهم. اقول لك مثال تاني، الطرف التاني بيتكلم وانت اصلا مجهز الرد قبل ما يخلص، مستني يسكت بس، وهتقوم ضارب الرد بتاعك فجاه في وشه ولا فارق معاك. الناس بتحب اللي يفهمها اكتر من اللي يقنعها. جرب مره كده، بدل ما تقول لا انت غلط قول فهمني اكتر عشان حاسس انها فاهمك غلط. صدقني دي لوحدها بتطفي اي خناقه قبل ما تبدا. الاختلاف مش تهديد، احنا للاسف اتربينا ان الاختلاف خطر، ولو حد مختلف معاك يبقى بيهاجمك. عشان كده السوشيال ميديا بقت ساحه حرب، اي راي مختلف يبقى هجوم، اي نقاش يبقى اهانه، اي اختلاف يبقى هو بيلغيك من الوجود. بس الحقيقه ان الشخص الناضج الكبير مش محتاج كل الناس توافقه عشان يحس بالامان. اقوى الناس مش صوتها عالي، اقوى الناس اللي تقدر تسمع حاجه ضد رايها من غير ما تنهار. ازاي تخلي الطرفين يكسبوا؟ وده اهم سؤال. هل ممكن فعلا نختلف وما نخسرش بعض؟ الحقيقه ان وتعالى اقول لك 4 طرق للموضوع ده. اول طريقه، افصل الشخص عن المشكله. انت مش بتحارب الشخص، انتوا الاثنين بتحاربوا المشكله. بدل ما تقول انت مهمل قول احنا عندنا مشكله في الالتزام. تاني حاجه، اتكلم عن شعورك مش اتهاماتك. بدل ما تقول انت مش مقدرني قول انا بحس اني مش مسموع. تالت حاجه، اسال اكتر ما تهاجم. الاسئله بتفتح الحوار لكن الهجوم بيقفله. رابع حاجه واخر حاجه، خليك مستعد تغير رايك. لو داخل اي نقاش مستحيل تغير رايك يبقى انت مش داخل تتحاور، انت داخل عشان تنتصر. في ناس مش بتخسر بسبب العصبيه، بتخسر بسبب السكوت. كل مره كنت محتاج تقول انت جرحتني وسكت، كل مره كنت محتاج تعترض على حاجه وخفت، كل مره بلعت كلامك عشان تهرب من الخلاف. العلاقه كانت بتموت حته حته. الحوار الصح مش عدم وجود اختلاف، الحوار الصح انك تعرف تختلف بدون خوف. تخيل لو بدل كل خناق حاولت تفهم، بدل ما تثبت انك صح تحاول تحافظ على الشخص، بدل ما تكسب الجوله تكسب العلاقه بينك وبين الشخص اللي قدامك. مش كل نقاش لازم ينتهي ان حد يكسب، اوقات اكبر انتصار ان الاتنين يخرجوا لسه بيحبوا بعض. طيب بعد ما اتعلمنا ازاي نتعامل وقت الخلاف، دلوقتي بقى ازاي اصلا تبقى الشخص اللي الناس ترتاح انها تتكلم معاه؟ ليه في ناس وجودها امان وناس مجرد الكلام معاها هو رعب؟ الناس اللي بتعرف تتكلم بتكسب الحياه. في فرص كبيره جدا ضاعت مني زمان، مش عشان انا مش شاطر ولا عشان في حد احسن مني، لكن عشان وقت اللحظه المهمه ما عرفتش اتكلم. كنت خايف، متردد، بفكر زياده. في نفس المكان كان في شخص تاني عادي جدا بس اتكلم بثقه، عرف يعبر، عرف يطلب اللي يستحقه. والمفاجاه هو اخذ الفرصه وخد الترقيه وانا فضلت مكاني. وقتها فهمت ان الحياه مش دايما بكافئ الاذكى، الحياه بكافئ الشخص اللي بيعرف يعمل محادثه حاسمه في الوقت الصح. ومن اليوم ده بدات اتعلم مهاره غيرت حياتي كلها. في ناس اذكى منك وفي ناس اغنى منك وفي ناس اقوى منك، بس النهايه اللي بيعرف يتكلم صح غالبا هو اللي بيكسب. بيكسب فرص، بيكسب حب، بيكسب احترام الناس، وبيكسب اهم حاجه وهي راحه باله. تخيل معايا شخص طول عمره بيهرب من المواجهات، كل مره يتضايق يسكت، كل مره يتجرح يضحك ويقول عادي، كل مره يكون عنده راي بيخاف يقوله، فاكر ان السكوت امان، فاكر ان المواجهه خطر، فاكر ان الكلام ممكن يخسره الناس. لكن اللي حصل كان العكس تماما. خسر فرص، خسر علاقات، خسر احترامه لنفسه. ليه؟ لانه ما كانش عارف يقول الحقيقه. مره مديره ساله انت موافق على طريقه الشغل دي؟ كان جواه 1000 اعتراض لكن قال له تمام. بعد شهور طويله تحمل شغل زياده، ضغط زياده، ظلم زياده، بس الحقيقه هو اللي وافق من البدايه. كلنا في شخص معين قريب مننا كان بيجرحنا باستمرار، وكل مره كنا بنسكت لغايه لما جه في يوم انفجرنا فيه والعلاقه انتهت، مش بسبب المشكله الكبيره لكن بسبب 1000 حقيقه صغيره ما اتقالتش. معظم الناس مش بتخسر حياتها بسبب قرار واحد، لكن بسبب محادثات مؤجله او مكالمات ما اتعملتش او كلمه ما اتقالتش. ممكن الاعتذار اللي بيتاخر، الرفض اللي خفت تقوله، الحقيقه اللي انت دفنتها جواك، كل دي حاجات بتخسرك حياتك. في يوم الشخص ده تعب من انه يكون دايما ساكت، تعب انه بيرجع البيت ويعيد نفس الحوارات في دماغه. كان المفروض اقول كذا، ليه سكت، ليه خفت؟ وهنا بدا يفهم اهم فكره في حياته. الشجاعه مش انك ما تخافش، الشجاعه انك تتكلم رغم الخوف. مره واحد صاحبه قال له حاجه ضايقته، ولاول مره ما ردش، قال له بهدوء انا بحبك بس الطريقه دي بتوجعني. ودي كانت اول مره يحس انه حر. هنا سؤال مهم، ليه الحوار بيغير حياتك؟ لان الحياه كلها عباره عن علاقات، وعلاقاتك عباره عن محادثات، يعني جوده حياتك مرتبطه بجوده كلامك. هقول لك مثال، في موظفين كتير شاطرين بس اللي بياخد الترقيه احيانا مش الاشطر، لكن اللي بيعرف يشرح افكاره واللي بيعرف يتكلم وقت الضغط، وكمان اللي بيعرف يواجه المشاكل بدون خوف. هقول لك مثال تاني، ناس كتير فاكره ان الحب بيبوظ فجاه، لكن الحقيقه العلاقات بتموت بالبطيء
بسبب كلمات غلط كتير زي سيبها بعدين، مش وقته، كبر دماغك، لغايه لما يبقى في بحر من الكلام مدفون. خلينا نقول مثال تالت. احيانا اقوى جمله في حياتك هي كلمه لا. لا للضغط، لا للاستغلال، لا للحاجه اللي بتكسرك. وفي ناس حياتها كلها اتغيرت لما اتعلمت تقول لا بدون خوف. اهم درس في السلسله دي ان وقت المحادثات الصعبه انت مش بتحارب الشخص اللي قدامك، انت بتحارب خوفك انت. خوف من الرفض، الخوف من الخساره، الخوف من ان الناس تزعل منك، واخر حاجه الخوف من ان صوتك ما يكونش مهم. تخيل نفسك بعد سنه، نفسك القديمه كانت بتسكت، لكن نفسك الجديده بتقول رايها باحترام، بتواجه بدون عصبيه، بتعتذر لما بتغلط، بتطالب حقها، وبتتكلم بثقه، واخر حاجه ما تخافش من الحقيقه. ودي اللحظه اللي كل حاجه فيها بتتغير. فاكر لما قلنا ان الناس يا اما بتسكت يا اما بتنفجر؟ دلوقتي انت عرفت الطريق التالت، انك تتكلم بدون خوف، وتهدى بدون ضعف، وتقول الحقيقه بدون ما تدمر اللي قدامك. ممكن تكون قريت كتب كتير، اتعلمت مهارات كتير، اشتغلت على نفسك سنين طويله، لكن لو ما عرفتش تتكلم وقت اللحظات الحاسمه ممكن تخسر كل حاجه. الحياه مش بتكافئ الاذكى، احيانا الحياه بتكافئ اكتر شخص عارف يقول الحقيقه. ممكن المحادثه اللي انت خايف تعملها تكون هي بدايه حياتك الجديده. مش لازم تبقى مثالي، بس لازم تبطل تهرب. لو السلسله دي غيرت تفكيرك ابعتها لحد محتاج يسمع الكلام ده، واكتب لي في الكومنتات ايه اصعب محادثه لسه خايف تعملها. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.